يلا قومي اعمليه وكمان ادفني اللحمة فيه. محشي الكرنب باللحمة النهاردة هنحضره بكل تفاصيله، ابتداء من سلق الورق بتاعه مرورا بالحشوة الجبارة اللي هنشوفها مع بعض، كمان الطريقة الصحيحة اللي هتخليه يطلع معاكي مفلفل ومش معجن ابدا، كمان اللحمة هتطلع دايبة دوب وزي الزبدة. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي نصلي ونسلم على رسولنا الكريم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونقول بسم الله. اول حاجة بقى هسلق اللحمة بتاعتي. عندي كده حلة سخنة على النار، هنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة، تمام، كمان رشة من الملح. بعدين بقى هنزل باللحمة بتاعتي كده، قطع اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بالكمية كلها. بعدين هديها رشة فلفل اسود ناعم، لو عندك فلفل اسود حصى ممكن تدي معلقة صغيرة كده وتشوحيه مع اللحمة، بيدي ريحة حلوة جدا. اول ما اللحمة بقى حسيتها اتشمعت، وطبعا النار بتاعتي تكون عالية جدا عشان اللحمة ما تجيبش ميتها. اللحمة كده اخدت اللون الذهبي ده، هبتدي انزل عليها بالخضار بتاعي، طماطمايه، بصلايه، 4 فصوص من الثوم، عيدان الخضرة اللي قلتلكوا اني بحفظها لسلق الطيور او اللحوم، هنزل بيهم كده واشوحهم مع اللحمة بتاعتي. بعدين هنزل عليهم بقى بلترين من المية المغلية، تمام زي ما انتوا شايفين كده. هديها بقى تقليبة سريعة كده، بعدين اغطي عليها واسيبها لغاية لما تبتدي تغلي عشان اشيل الريمة بتاعتها. هنا اللحمة بتاعتي كده غلت، فرفعت عليها الغطا عشان اشيل من عليها الريم. ما شاء الله ما لقيتهاش مطلعه بصراحه اي ريم، زي ما انتوا شايفين كده، تمام. بعد ما اتاكدت ان هي ما فيهاش اي ريم، هبتدي انزل لها بقى التوابل الحصى بتاعتي. عندي 4 ورقات من اللورة، 5 فصوص حبهان، معلقه كبيره كزبره حصى، معلقه صغيره من السكر. هنزلها كده وابتدي اديها تقليبه سريعه وهسيبها بقى تتسلق. طبعا مش هحط الملح دلوقتي عشان ما يعطليش سوى اللحمه، تمام. هغطيها وهدي عليها النار وهسيبها تستوي. في الوقت ده هبتدي احضر تغذية المحشي بتاعتي. هحط هنا في صينيه سخنه على النار حوالي نص كوبايه من الزيت. كل ما زودنا الزيت كل ما طلع المحشي بتاعنا بيلمع كده وحلو ومفلفل كمان. هحط فيها كمان بصلتين مع قرن فلفل مفرومين في الكبة، وهشوحهم لغاية لما يبتدوا ياخدوا اللون الذهبي. اول ما ياخد اللون الذهبي كده معايا، هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، كمان معلقة صغيرة من هريسة الشطة عشان يبقى مشطشط كده وحلو معايا. اول بقى كده ما اشم ريحه الثوم، هنزل بقى بالتوابل البودر بتاعتي عشان يتحمصوا مع البصله. معالق صغيره من كمون، كزبره ناشفه، 7 بهارات، كمان فلفل اسود. هنزلهم كده واشوحهم مع البصلة عشان اشم ريحتهم وتحميصتهم. هنزل بقى عليهم بنص لتر من الطماطم المتسبكة، دي الطماطم اللي كنت سبكتها معاكم قبل كده، تمام. طبعا كانت فيها لسه تجميد. هديها تقليبة كده واسيبها تغلي غلوة تكون فكت التجميد بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كانت فكت التجميد وخدت الغلوة بتاعتها لانها كده كده متسبكة. هنزل بقى عليها بمعلقة صغيرة من الملح، كمان معلقة كبيرة من السكر عشان اظبط الحموضة بتاعتها، واديها تقليبة وبعدين ارفعها من على النار واركنها على جنب. هاجي بقى للكرومبة بتاعتي. جبت الكرومبة بتاعتي كده، اولا انا بحبها حجم صغير، ما بحبهاش كبيرة. تاني حاجة لما تيجي تنقيها تكون من تحت مهوية، تضغطي عليها كده بايديكي تبقى مهوية، ما تبقاش مكتومة قوي، لان المكتومة دي بيبقى ورقها ملزق في بعض ومكرمش كده من جوه. لما بتيجي تخرجي الورق منها بتلاقيه بيتقطع معاكي، تمام. جبت بقى الكرومبة كده وشطفتها شطفة حلوة تحت الحنفية. بعدين جوفت الجزء اللي من فوق او قورته كده، بعدين لفيت راسها كده لفتين، هلاقيها كده خرجت معايا بكل سهولة. في الوقت ده كنت بغلي مية على النار في حلة كبيرة. بعدين اول ما غليت المية نزلت عليها بمعلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، كمان معلقة صغيرة من الكمون الناعم، تمام. هديهم بقى تقليبة كده. بعدين هنزل فيها بالكرومبة بتاعتي ولكن على وشها مش على ظهرها، عشان الجزء اللي من تحت ده يطرى معايا شوية، تمام. بعد دقيقة كده او دقيقتين هبتدي اقلبها على الناحية التانية، تمام.
اول ما الاقي الورق بتاعها كده طري شويه زي ما انتوا شايفين، هبتدي اسحبه كده وهيطلع معايا بكل سهوله. هسحبه طبعا واطلعه على مصفى كده عشان يصفي وينزل اي ميه فيه. الطريقه دي انا بالنسبه لي بحسها طريقه سهله جدا وسريعه، ما بتاخدش معايا حقيقي اي وقت. عملت الكرنبه كلها، كمان سلقت الورقتين الخضر اللي بغطي بيهم الوش، وطلعت كده كمية الكرنب بتاعتي على مصفى وركنتها على جنب. بالنسبة بقى لطريقة التقطيع، سبت طبعا الكرنب لغاية لما هدي كده وبرد معايا. ببتدي اجيب كده 3 ورقات فوق بعض واقطعهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بشيل العرق زي ما انتوا شايفين كده، بعدين بقسم بقى للاخر واحط الجزئين على بعض، وبعدين حابة بقى تقسميه على 2 او على 3 زي ما انت عايزة. بس انا هنا الورقة ما كانتش كبيرة قوي فقسمته على نصين. تمام، لو معاكي الورقة كبيرة قوي اقسميه على 3. انا بالنسبة لي حجم الورقة كده كان مناسب جدا، وهو الحجم اللي انا بحبه. تمام، مرة كمان هحط برضو 3 ورقات كده فوق بعض، وابتدي اشيل العرق كده كأني بقطع على شكل 7 بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بفصل بقى الورق عن بعضه خالص كده، بعدين احط الجزئين على بعض، واي حاجة غير مرغوب فيها بشيلها. بعدين بقسم كده على جزئين. تمام، سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش حقيقي اي وقت. تمام، نيجي بقى للورق الصغير جدا اللي بيبقى من جوه في اخر الكرنبة من جوه خالص. بجيبهم برضو كده وبحطهم على بعض 3 أو 4 ورقات، وبشيل برضو العرق بنفس الطريقة. تمام، بعدين بقى بخلص الورق من بعضه خالص بسكينة كده. وانا بالنسبه لي الحجم هنا بيبقى مناسب جدا، ما بقطعهوش تاني. عملت بقى كميه الكرنب بتاعتي كلها كده وركنتها على جنب. كمان العروق مش بتخلص منها، بستخدمها. هاجي بقى للحله اللي هحط فيها المحشي بتاعي. هرص فيها بقى العروق اللي قلتلكوا عليها، مش برميها، هملاها كده بالعروق كلها في الارضيه. تمام، كمان جبت اللحمه بتاعتي اللي اتسلقت 3/4 سلق، وهحطها كده في ارضيه الحله اللي هحشي فيها زي ما انتوا شايفين كده. هرصها كده رصه كويسه جدا، بعديها رشه ملح ورشه فلفل. وما تسالونيش ليه انا بحب اعمل الحركه دي، مع انها تتسقي بشوربه وهتبقى تحت المحشي، بس انا بحب جدا اعمل الحركه دي. تمام، هركنها بقى على جنب كده. وانا كده جهزت الحله بتاعتي، هبتدي اعمل خلطه المحشي. عندي هنا 1.25 كيلو من الرز المصري المغسول والمتصفي كويس جدا. هنزل عليه بالتخديعه بتاعت المحشي بتاعتي، وهركن منها كده 2 معلقة على جنب، مش هحطهم على خلطه المحشي، وهنعرف ليه اثناء الفيديو. تمام، بعدين هنزل بقى بالخضره بتاعتي، ودي الخضره اللي انا كنت مجمداها معاكم قبل كده، هستخدمها وهي مجمده. حوالي حزمة من البقدونس، حزمة كزبرة، حزمة شبت. وهقلب بقى خلطة المحشي بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. ولو حزم الخضرة بتاعتك صغيرة استخدمي حزمتين من كل نوع. قلبتهم كده في بعض كويس قوي، ولو محتاج يتظبط الملح ظبطيه، بس انا كان كله الحمد لله كان مظبوط معايا. بحب بقى اي ورق اخضر موجود عندي في الكرنب او ورق غامق شوية، بحب احطه في اول صف او صفين من تحت، على حسب كمية الورق اللي موجودة عندي. تمام، اول بقى ما بتخلص كمية الورق الاخضر معايا، ببتدي بالورق الفاتح شوية اكمل بيه باقي الحلة. نيجي بقى للكرنب واحنا بنلفه. بجيب الورقة كده بقى احطها على كف ايدي، واحط شوية صغيرين جدا من الرز. بعدين ابتدي الف واحبك الصوبع، الف واحبك الصوبع كويس عشان الرز ما يطلعليش بره الصوبع، ويكون ملفوف كويس قوي، يعني يستوي على وضعه زي ما بيقولوا. تمام، اهم حاجة نحط كمية رز صغيرة جدا. كمان الرز ما نوصلهوش للاطراف، لان لو وصل للاطراف هيطلع بعد السوا وهيملالي حلة المحشي كلها بالرز. هكذا مرة كمان هحط كده شوية صغيرين جدا من الرز، بعدين الف صوبع المحشي واحبكه كويس قوي. بتلاقي بقى صوبع المحشي بعد السوا
ماسك كده في نفسه كويس قوي. عملت كده اول الحلة، هكمل بقى الحلة بتاعتي، وكنت كملت حشو الحلة بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده هغلي بقى شوربة اللحمة بتاعتي، حوالي نص لتر من شوربة اللحمة. غليتها كويس قوي على النار، بعدين نزلت فيها بمعلقتين الصلصة اللي كنت ركناهم على جنب من التخديعة، وهبتدي اسقي بقى المحشي بتاعي كده. انزل بالمرقة كده جزء جزء، انزل بجزء وبعدين اهز الحلة زي ما انتوا شايفين، وبعدين اكمل الجزء التاني واهز الحلة برضو عشان الشوربة بتاعتي او المرقة بتاعتي تنزل لوسط الحلة تحت. تمام، وهكذا لغاية لما اخلص كل الكمية. اهم حاجة يبقى الصوابع المحشي كده باينة معايا من فوق، ما تبقاش متغطية تماما بالمرقة. هجيب بقى الورقتين الخضر اللي موجودين عندي واغطي بيهم وش المحشي بتاعي عشان اكمره كويس جدا ويستوي معايا كويس جدا. هغطي بقى الحلة بتاعتي واحطه الاول على نار عالية لغاية لما يتشرب تماما المرقة، بس ما سيبوش يتشرب للاخر خالص، يبقى فيه شوية مرقة بصال. بعدين اهدي النار عليه خالص شمعة واحط تحتيه الشياطة واسيبه بقى يستوي. هيقعد على النار بالظبط لمدة ساعة. تمام، بعد الساعة بكشف كده عنه وبشيل الورق الاخضر من على الوش وبديله معلقة كبيرة كده من السمنة. معلقة السمنة دي حقيقي بتنقل طعمه في حتة تانية. بغطيه بقى كده عشان السمنة تسيح وهو يشرب منها، وبعدين بقدمه. اتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. بحبكم جدا في الله، مع السلامة.